هو ازاي حد بيكون بيحب حد ويقعد باليومين والتلاتة واسبوع واكتر من غير ما يطمن عليه او يسمع صوته؟ حتى لو في مشكلة، حتى لو في خصام، ما تبعدش. وحتى لو بعد ما تجريش وراه ولا انت تجري وراها، لان البعد ده معناه قسية قلب، او في الاساس هو ما بيحبكش. لان لو بيحبك حتى لو انتوا زعلانين مش هيبعد، هيحاول برسالة يكلمك، بمكالمة، لكن ما مش بيقفل عليك كل حاجة ممكن تتواصل فيها معاه بحجة ان هو زعلان منك. وبرضه بنفضل نجري ومصرين ان احنا نكلمهم، ومصرين ان هم يفتحوا يكلمونا بالغصب عنهم، وهم اصلا ما بيحبوناش، فاحنا بنجري وراهم ليه؟ اللي بيهون عليه زعلك بالايام بلاش ياخد من عمرك كتير. اللي بيغضب منك وبيقفل تليفونه او يعمل لك بلوك ويبعد عنك ده ما كانش بيحبك، ده كان اكيد بيقضي شوية وقت ومشي، او شايف حد تاني ولما يفضى هيرجع. بس يا ريت لما يرجع ما يكونش ليه مكان، لان وقت ما انت احتاجته انت ما لقيتهوش، وراضى ان هو يبعد ويقفل كل حاجة علشان ما يكلمكش. هو ما حبكش او ما حبكيش. فلو الايام جيت تاني وعادت نفسها وهو لسه بعيد، اتأكدي ان الشخص ده مش بيحبك. لان الخصام لما بيطول ده مش دليل على الزعل، ده بيكون دليل عن الاستغناء. اللي بيحبك بجد ممكن يزعل منك، بس مقدرته على البعد عنك بتكون معدومة، ما يقدرش ان هو يبعد. هو زعلان بس بيقدر ان هو يتواصل معاك ويكلمك، بيجيلك وهو لسه شايل منك، بس بتتعاتبه وبتتكلموا، ما بيستحملش ان هو يشوف دموعك. واللي بيختار البعد مرة سهل جدا يختاره كل مرة و1000 مرة. فما تجريش ورا حد مستغني، ما تجريش ورا حد بيغيب بالايام، ما بيتصلش، ما بتشوفوش، ما بيكلمكش. لان طالما هو بيع انت كمان بيع. ما تستناش حاجة من حد، وما تجريش ورا حد مستغني، ورا حد مش عايزك، ورا حد بيظهر بمزاجه وبيغيب بمزاجه، ورا حد عايزك تفضل تجري وراه وانت اللي بتدور عليه. احنا مش تومي وجيري. اختار الراجل الصح.